الوطني معك. في إطار محاربة الجريمة بجميع أشكالها، خاصة عصابة الأحياء لما تشكله من خطر على الأمن والسكينة العمومية، وعلى إثر معلومات واردة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرناكا حول عصابة تقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مباشرة وتنفيذ لتعليمات قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم. تم وضع خطة محكمة والتدخل من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرناكا مدعمة بالفرقة الأمن والتحري بمزغلال، يتم إلقاء القبض وتوقيف عناصر هذه العصابة مقدر عددهم ب3 أشخاص مشتبه فيهم في جناية تكوين جمعية أشرار، جنحة تكوين وإنشاء عصابة إحياء، إخلال بالنظام العام والهدوء والسكينة العمومية، حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون رخصة. كما أسفرت عملية تفتيش منازل المشتبه فيهم على حجز 236 غرام من الكيف المعالج مخدرات، 26 قرص مهلوس نوع بريغابارين 300 ملي غرام، 17 وحدة من المشروبات الكحولية، أسلحة بيضاء تتمثل في 2 عصا خشبية، 3 سيوف، رفش، ساطور، سكين من الحجم الكبير، بوشية، 3 سكاكين من الحجم الصغير، مبلغ مالي قدره 36,500 دينار جزائري. بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم تم إنجاز محضر في حق الموقوفين من أجل جناية تكوين جمعية أشرار، جنحة إنشاء عصابة أحياء، وسيتم تقديم الموقوفين فور الانتهاء من التحقيق. قيادة الدرك الوطني تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1055، وكذا موقع الشكاوى المسبقة ppgn.mdn.dz 24/24 ساعة لتقديم شكواهم أو التقدم نحو أقرب وحدة للدرك الوطني للتبليغ عن أي جريمة، وكذا الرقم 103 للتبليغ عن الاختطاف.